إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم غايات قرآنية. اليوم إن شاء الله الحلقة الخامسة عشرة، وهذه الحلقة سنفردها بإذن الله سبحانه وتعالى لغاية عظيمة من غايات القرآن الكريم، وهي غاية التضرع لله تبارك وتعالى. غاية التضرع هي من غايات القرآن التي يهدف القرآن إليها، وذات صلة كبيرة بغاية التسليم لله والتعبد له سبحانه وتعالى، وهي مرتبطة بتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وإظهار الضعف والمسكنة واللجوء إلى الله والفقر والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فغاية التضرع مرتبطة بطبيعة الحال بغاية الدعاء، وهي صفة له. يعني غالبا إذا قيل على الإنسان أن يتضرع، نلاحظ أن مسألة التضرع مرتبطة بغاية سامية جدا، وهي غاية الدعاء وغاية الذكر. غاية الذكر إن شاء الله سأفردها بغاية منفصلة، وسيكون الحديث عنها مفصل أكثر، ولكن دعونا الآن ندخل إلى هذه الغاية من خلال ارتباطها بالدعاء. أولا نجد أن هذه الغاية وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في منظومة من الآيات القرآنية. فالله عز وجل مثلا يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. لاحظوا هنا أن الله سبحانه وتعالى ربط ما بين البأساء والشدة والمصيبة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل أيضا: تدعونه تضرعا وخفيا. فربط الدعاء مع التضرع. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ولقد أخذنا، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إذا نلاحظ القرآن الكريم في جملة من الآيات ينبهنا إلى هذا الأمر العظيم، وهو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. نحن حقيقة تكلمنا عن موضوع التسليم لله، وتكلمنا عن التعبد لله، وذكرت بأن غاية التعبد وغاية التسليم سنلاحظ بأن هنالك جملة من الغايات تذهب بنا في النهاية إلى غاية التعبد وغاية التسليم، ولكنها هي أيضا غايات دون ذلك، ولكنها تصب معنا في منظومة الغايات. فهنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يتحدث عن هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة التضرع. يرتبط موضوع التضرع لله سبحانه وتعالى بموضوع الدعاء. والدعاء في القرآن الكريم له جملة من المعاني، يعني يمكن تصل معنا إلى أكثر من 10 معاني، ولكن لا أريد الآن أن أذهب في تفصيل معنى الدعاء في القرآن الكريم، لأن معانيه حقيقة كثيرة جدا، ولها على كل دلالات وردت في العديد من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وردت عموما يعني كلمة دعاء أو لفظة دعاء بمشتقاتها ومفرداتها وردت أكثر، يعني 90 موضع. وردت في 90 موضع. وردت كاسم باسم الدعاء في 48 موضع، ووردت باعتبارها أفعال أو مصادر سواء كان فعلا ماضيا أو مضارعا وردت 42 مرة. إن ربي سميع الدعاء، هذه وردت 49 مرة مثلا الدعاء. ووردت والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، كلمة يدعو أو دعا أو دعوة، هذه وردت 42 مرة. فلفظ الدعاء هنا نلاحظ في القرآن الكريم ورد بجملة من المعاني، فيها على كل أهم شيء عندنا هو دعاء المسألة ودعاء الذكر. موضوع الذكر الآن، دعاء الذكر نتركه، وإن شاء الله سيكون له جولة خاصة وحلقة خاصة، لكن دعونا نركز في دعاء المسألة، أي أن الإنسان كيف يسأل ربه. هذا التضرع هنا، الدعاء مرتبط مع التضرع. كل النصوص الواردة في موضوع الدعاء يكون فيها التضرع خفية وخيفة وفيه تضرع. وموضوع التضرع هو الذي إن شاء الله يهمنا أول، لكن أكدنا بأن والله التضرع مرتبط، غاية التضرع مرتبطة بموضوع الدعاء. وشعيرة الدعاء هي من الشعائر العظيمة، وهي في حقيقتها العبادة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات بأن الدعاء هو العبادة. نلاحظ مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة.
والنبي صلى الله عليه وسلم وهو مبين للقرآن هنا تأكيد لها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ويقول الله سبحانه وتعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام، يعني لما اختلف مع والده وقومه، يقول الله سبحانه وتعالى قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ فإبراهيم عليه السلام رد عليه بقوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ثم قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فأيضا هنا السياق سياق عبادة، وسياق الدعاء نفسه هو العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم من قوله القاطع قال الدعاء هو العبادة. إذا نلاحظ بأن عبادة التضرع مرتبطة بعبادة كبيرة جدا هي جوهر الدعاء، جوهر العبادة، لأن العبادة في حقيقتها صلة مع الله، اقتراب من الله، إظهار الفقر لله سبحانه وتعالى، إظهار المسكنة، إظهار الحاجة. هذه كلها من المعاني التي هي تدلنا على موضوع التضرع لله سبحانه وتعالى. نلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي جعل هذا الدعاء واحدة من 4 أصول فيما نسميه نحن بالتعبد، لأن العبادة لها تقريبا 4 أركان أساسية: ركن المحبة، وركن الإرادة، وركن الطاعة، وركن الدعاء. يعني أي تعبد لا يمكن أن يخرج من هذا، إما أن يكون دعاء، وإما أن يكون إرادة، وإما أن يكون محبة، وإما أن يكون طاعة. الطاعة والمحبة والإرادة والدعاء. فهنا نلاحظ بأن هذا التضرع مرتبط بشيء أساسي في التعبد، وهو المسألة، دعاء الله سبحانه وتعالى، سؤال الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك لما كان الدعاء عبادة حرم الله سبحانه وتعالى أن يعبد أحد، من أن يدعى غيره، أو أن يسأل غيره، أو أن يستغاث بغيره، أو أن يستعان بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل أكبر الكبائر أن يدعو الإنسان غير الله سبحانه وتعالى. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أن تجعل لله ند، تدعوه، تستغيث به، تحلف به، تتوكل عليه، تعتبره هو الغاية والمنتهى والمصير إليه. لا، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، والشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. ويقول والله سبحانه وتعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ويقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ويقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وبالتالي الله سبحانه وتعالى يقول ألجأوا إلي، اسألوني، أطلب مني ما تشاء، ولكن لا تدعوا غيري. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. إذن الدعاء هو العبادة، والتضرع اللي هو الغاية التي نتكلم عنها في هذه الحلقة مرتبط بالدعاء. إذا ما هي حقيقة التضرع؟ لما يقال لنا والله تضرعوا إلى الله، ما تضرعتم إلى الله، ما استكنتم لله، هذه كلها معاني تقريبا قريبة لبعضها البعض. ما افتقرتم إلى الله، هذه المعاني كلها. إذا ما هي حقيقة التضرع؟ يقول الإمام الطبري عليه رحمة الله عن التضرع، يقول هو من التفعل أي من الضراعة، وهي الذلة والاستكانة. ويقول في قوله لعلهم يتضرعون، يقول فعلنا ذلك بهم ليتضرعوا إلي ويخلصوا العبادة ويفردوا رغبتهم إلي دون غيري بالتذلل منهم بالطاعة والاستكانة وإظهار الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وعليه فالتضرع هو الخشوع والخضوع والتذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا نلاحظ تذلل، افتقار، انكسار، استكانة، إظهار المسكنة، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. وقد عرف ابن تيمية عليه رحمة الله التضرع بقوله هو التذلل والتمسكن والانكسار، وهو روح الذكر والدعاء. نلاحظ أن التضرع مرتبط كما ذكرت بالدعاء ومرتبط بالذكر، لكن نحن اليوم إن شاء الله نركز في موضوع الدعاء. كيف يظهر الإنسان المسكنة والحاجة والفقر؟ نلاحظ سبحان الله كل تذلل وكل افتقار
وكل مسكنة وكل محاولة للانكسار أمام أي مخلوق من المخلوقات فهو ذل وانكسار وعبودية لا تليق بالإنسان. ولكن كل ذل وانكسار وفقر ومسكنة وتضرع وحاجة وإظهار الحاجة إلى الله، هذا هو قمة الإنسانية وقمة العبودية لله سبحانه وتعالى. ويكون الإنسان حينها قد تحرر من كل شوائب التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وجعل قلبه متعلق بخالقه جل جلاله. إذن هنالك مبالغة في السؤال، مبالغة في التذلل، مبالغة في الفقر وإظهار الفقر أمام الله، لأن الله هو الغني ونحن الفقراء، والله عز وجل يحب أن يرى عبده متضرعا، يحب أن يرى عبده مظهرا لفقره بين يديه، مظهرا لدمعته بين يديه، مظهرا لانكسار قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن حالة القلب تعبر كأنما هنالك زجاجة انكسرت وتحتاج إلى لحمة وتحتاج إلى عودة واستعادة، ولن يتم لها ذلك إلا بين يدي خالقها. هذا هو موضوع التضرع، أهمية التضرع. يعني ليش نحن نتضرع إلى الله سبحانه؟ لماذا نظهر هذا الوضع؟ لماذا نظهر المسكنة والافتقار والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لأننا باختصار شديد، لأننا أولا للتضرع أهمية بالغة وشأنا عظيما بين سائر العبادات، فالتضرع عبادة، والعبادة في حقيقتها هو تقديس للذات الإلهية وإظهار الحاجة إليها وإظهار المحامد والثناء والشكر لله سبحانه وتعالى، مع شعور الإنسان بأنه بلا الاتصال بالله، بلا اللجوء إلى الله لا يعني شيء. فالإنسان شعاره لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن يا رب لا أستطيع أن أحرك شيئا، لا أستطيع البقاء في الحياة، لا أستطيع الاستمرارية في الحياة، لا أستطيع الصمود أمام التحديات والعقبات والإشكالات إلا إذا استندت إليك يا ربي، وإلا إذا تعلقت بك يا الله. فهذا التضرع هو قمة التعبد لله سبحانه وتعالى. يعني ليس دعاء عاديا، الدعاء المصحوب بالتضرع ليس كالدعاء العادي، الدعاء المصحوب بالانكسار، المصحوب بالحاجة، المصحوب بإشعار الإنسان أنه فقير أمام ربه، المصحوب بالدمعة والمصحوب بالتخفي وعدم الظهور أمام الناس، هذا هو قمة العبادة لله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني نلاحظ أن هذا التعبد لله عز وجل يريده الله منا ويمتدحه، يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي بالخفية والتخفي. وأفضل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى الإلحاح على الله، الإنسان يكون ملح على الله والتضرع إليه. هذه تقريبا يعني بعض الأشياء التي إن شاء الله تدل على أهمية وضرورة موضوع التضرع. نخرج فاصل ونعود إليكم فلا تذهبوا بعيدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا والعود أحمد، نواصل إن شاء الله في فقرة أهمية التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يكتسب أهميته بأن الله أمر به في الدعاء، وأمر الله سبحانه وتعالى به كذلك في الذكر. والتضرع أيضا من فوائده وأهميته أنه يرفع الله سبحانه وتعالى به البلاء النازل على العباد. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب فإنهم لما دعوا الله متضرعين أنجاهم ورفع عنهم البلاء. فالتضرع إلى الله يرفع البلاء، والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى كذلك يرفع أو ينجي من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يا الله سبحانه وتعالى من حكمته أن عباده الذين يشردون ويتمردون ويبتعدون ويذهبون في أهوائهم يأخذهم الله شيئا فشيئا إليه من خلال البأساء، من خلال الضراء، حتى الإنسان يعني عملية الاستغناء وعملية أنه والله لا يصيبه شيء، هنا يحصل له الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني يأتي الطغيان من خلال الاستغناء.
لكن الله سبحانه وتعالى اللحظة التي تشعر فيها الأمم أو تشعر فيها الإنسانية ويشعر فيها الإنسان على مستوى أنه فرد بالاستغناء عن الله عز وجل، الله عز وجل يذيقه شيئا من العذاب لعله يرجع. ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء، ولقد أخذناهم بالعذاب. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا في أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذن لما تقع المصائب ويقع العذاب على الناس أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. وعجيب جدا سبحان الله أن تنزل بالبشرية المصائب وتتوالى عليهم وتستمر لفترات طويلة، والناس لا يلتفتون سبحان الله إلا إلى ظواهر الأشياء، لا يعودون إلى ربهم ولا يلجؤون إليه ولا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، وتجدهم يسعون في أمرهم الدنيوي الظاهر وينسون من أعظم الأسباب التضرع إلى الله سبحانه. وهذه قضية على كل، إذا كان الكفار قد غفلوا عنها لبعدهم عن الله، يعجب الإنسان كيف تغفل مساجد المسلمين وكيف تغفل ساحاتهم العلمية ومؤسساتهم الشرعية عن لفت المسلمين إلى أن التضرع إلى الله عند المصائب، كما هو الأحداث الآن في كورونا. كيف يغفل الناس عن الدعاء وامتلاء المساجد والتضرع إلى الله واللجوء إليه والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى لرفع البلاء. كل هذه القضايا مصحوبة بالتضرع يحتاجها الإنسان المسلم لرفع البلاء. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أخذناهم بالبأساء ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. نعوذ بالله من غضب الله. يعني كيف أن الله يأخذ الناس بالمصائب، يأخذهم بالعذاب، يعني كما قال الله سبحانه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فما ينزل على الناس يعني في البعد الغيبي، في البعد الإيماني، ما في حدث يمر على ابن آدم المؤمن بالله يمر عليهم هكذا عبثا. يعني مثلا تجد للأسف الشديد كثير من المسلمين عندما تريد أن تربط الظواهر العامة بأهمية ضرورة عودة الإنسان إلى الله وتضرعه لله سبحانه، تجد يقول لك يا أخي أنتم تفسرون الأمور الغيبية وتنزلون على الناس العذاب والبلاء. لا، نحن نقول بأن كل أمور هذا الكون ما كان الله سبحانه وتعالى ليحدث الناس المصائب إلا إذا كانت هنالك مشكلة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير الإنسان واقع النعم وبدل الإنسان الشكر بالكفر وبدل الإنسان الإيمان بالكفر وبدل الإنسان الطاعة بالمعاصي، فإن الله يغير عليه حاله، وهذا التغيير والعياذ بالله نحو الأسوأ يحتاج إلى أوبة وتوبة حتى يرفع الإنسان الله عنه ذلك. أيضا في التضرع افتقار للعبد لربه وخالقه واستجابة لما قرره جل جلاله في قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعبد إذا تضرع إلى ربه فإنه يقر بعجزه وحاجته إلى الله الغني العزيز، ويسد الله عز وجل له حاجته وخلته ومسكنته، يقويه الله سبحانه وتعالى ويرفع عنه البلاء. وهذا طبعا كثير جدا لو نظرنا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، مثلا سورة الأنبياء نلاحظ كيف أن الأنبياء كلهم حتى يعني فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له، وهي طبعا بقمة العبودية هي التضرع والمسكنة إلى الله، فالأنبياء أكثرهم في ذلك، أكثر الناس في ذلك. طيب لا بد هنالك أيضا من آداب نشير إليها أثناء التضرع. يعني الإنسان وهو يتضرع إلى الله لا بد من آداب معينة. أول هذه الآداب أن يصل العبد به تضرعه إلى الله إلى مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار لله عز وجل، فيشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقار إلى ربه. يعني التضرع من آدابه أن كل شيء في جسمك يفتقر إلى الله، لدرجة أنه عند سجودك أو حتى وأنت جالس تدعو الله سبحانه وتعالى يحصل للقلب سجدة القلب هذه أهم من سجودنا العادي، أن يحصل للقلب سجدة لا يقوم بعدها إلى يوم القيامة. يعني ينكسر القلب، يخضع القلب، يخشع القلب، يسجد هذا القلب بكل ذرات هذا الجسد الإنساني مظهرا الفقر بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا من أهم الآداب. يعني لا يمكن للإنسان وهو يرفع يديه وإذا قلبه منصرف وليس هنالك شعور بالانكسار ولا شعور بالمسكنة ولا شعور بالذل، لا، من الآداب المهمة لا بد أن يكون هنالك شعور بحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من الآداب أيضا أن يوقن أن الله سبحانه وتعالى يسمع تضرعه ويقدر على إجابته ويحب ذلك منه، فيكون تضرعه بقلبه
وفؤاده وجوارحه وكيانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يعني لا بد للإنسان أن يكون موقن بالإجابة. هذه مسألة مهمة جدا، لأنه للأسف الشديد كثير من الناس يعني تجده يدعو الله سبحانه وتعالى ولكنه غير موقن. أو بعض الناس يقول لك والله الله سبحانه وتعالى أعلم بحالي وليس بلازم أن أدعوه. لا، الله عز وجل مع أنه أعلم بحالك ولكن أمرك بالدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك منك. فليس صحيحا أن نقول والله علمه بحالي يعني يغنيه عن سؤالي، ليس صحيحا. نعم، علم الله بكل شيء، أعلم بأحوالنا، ولكن في ساحة التعبد لله سبحانه وتعالى مأمورين بأن ندعوه، مأمورين بأن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من الأشياء المهمة جدا أن يسجد القلب لله قبل الجسد، فإن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. ورابعا هنالك مسألة مهمة جدا، وهو عدم التعجل في استجابة الدعاء. كثير من الناس يقول والله دعوت ربي فلم يستجب. ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ما من مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. إذن أنت يعني في كل الأحوال كل من رفع يديه إلى الله وتضرع إلى الله فاعلم يقينا أنه قد استجيب لك، إلا أن يكون هنالك مانع من موانع الدعاء كالإثم وقطيعة الرحم، كمن يدعو بشيء ليس فيه خير، يدعو مثلا بأن يمكنه الله من الفواحش، يمكنه من الأموال الحرام، يمكنه من رقاب الناس، يمكنه أو فيها قطيعة رحم، كأن يدعو الإنسان على شخص من الأشخاص ممن هم أقرباؤه وأهله وغير ذلك. فهذه مثلا لا يستجيب الله فيها، ولا يستجيب مثلا لمن كان آكلا للحرام. لكن ما عدا ذلك كل الذين يدعون الله يستجيب الله لهم، ولكن علينا أن ندرك ذلك من خلال ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو أن يستجيب الله لك مسألتك وقتا. الأمر الثاني، وهذا أمر غيبي أنت لا تعلمه، أن يصرف الله عنك مصيبة قادمة عليك أو جاي عليك ويصرفها الله عنك، هذا مستوى ثاني. المستوى الثالث، يدخر الله لك ذلك إلى يوم القيامة في لحظة أنت أحوج ما تكون إلى هذه الدعوة. يعني بعض الناس يعني تجده من العجلة يريد كل شيء أن يتحقق له في الدنيا، والله عز وجل الحكيم العليم بأحوال عباده دعواتهم أحيانا يجعلها لهم في موازين الحسنات، ويأتي الإنسان يوم القيامة ويلاحظ هنالك ميزانه قد ثقل بدعائه الذي لم يستجاب له في الدنيا، ادخرها الله له. إذن أنت أخي المسلم، أختي المسلمة، عليكم أن توقنوا بأنه ما من دعوة تدعونها لله سبحانه وتعالى وتضيع هباء، لا، إما أن يتعجل، وإما أن يصرف الله سبحانه وتعالى السوء عنكم، وإما أن يدخرها الله لكم يوم القيامة. وفي كل الأحوال فأنتم يعني تكونوا إن شاء الله من الرابحين. ما هي المواطن التي يتم فيها التضرع لله سبحانه وتعالى؟ عموما هنالك كل موطن يمكن أن تتضرع فيه، يعني عبادة التضرع لله المصحوبة بالدعاء يمكن أن تكون في أي وقت، في صلواتك، في سجودك، في ركوعك، التضرع مستصحب. ولكن حالات الاستسقاء عند انعدام المطر، حالات نزول المصائب عندما ينزل على الناس مصيبة من المصائب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، يعني لما تنزل على الناس مصيبة هذا موطن من المواطن. الجهاد في سبيل الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عند ساحات الجهاد أكثر تضرعا، حتى يوم بدر رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله حتى كاد ثوبه يسقط من كتفه، وأبو بكر رضي الله عنه يصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موطن أيضا من المواطن. أيضا في مواطن الاستسقاء وطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. ختاما، ما هي ثمرات هذا التضرع الذي أطلنا فيه هذا الكلام؟ ما هي ثمراته؟ نحن ذكرنا أهميته، ذكرنا حقيقته، ذكرنا ارتباطه بالدعاء وله ارتباط بالذكر إن شاء الله سيأتينا. الثمرات باختصار شديد جدا يمكن أن نقول بأن هنالك جملة من الثمرات، نقول منها ما يلي: أن العبد إذا تضرع إلى الله سبحانه وتعالى حق التضرع وراعى الآداب الظاهرة والباطنة أثمر ذلك في نفسه ثمرات لا حصر لها. ومن تلك الثمرات ما يلي: الثمرة الأولى بلوغ محبة الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الذلة والانكسار الخاص تدخله على الله سبحانه وتعالى وترميه على طريق المحبة لله.
فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذا الطريق. هذه طبعا سبحان الله لا يدركها إلا العارفون بهذا السبيل، الذين عرفوا التضرع وعرفوا الدعاء وعرفوا الدعوات في قيام الليل. هذه تجد أنها بوابة واسعة جدا لمحبة الله سبحانه وتعالى. الثمرة الثانية أيضا التضرع إلى الله أقصر الطرق إلى استجابة الدعاء. كلما كان الإنسان متضرعا كلما كان أقرب إلى أن يكون دعاءه مقبولا، بخلاف الشخص الذي لا يتضرع، ليس فيه انكسار وليس فيه مسكنة وليس فيه فقر. ومن يجاب إن لم يجاب هذا حاله، يعني كيف نستطيع أن والله من غير انكسار لله أن يستجاب لنا؟ النقطة الثالثة القلب الخاشع المتضرع إلى الله هو أحب القلوب إلى الله سبحانه وتعالى وأقربها إليه، كما دل ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. أخيرا، وهذه إن شاء الله من القضاء أيضا، الثمرة الرابعة رضاء الله وجنته. يعني هذه طبعا في كل الثمرات، التعبد، التسليم، كلها سنلاحظ فيها الغاية العظمى أننا والله كيف يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، كيف ندخل جنة الله سبحانه. أوسع الأبواب أن تدعو الله سبحانه وتعالى متضرعا له، مخفتا للصوت، طالبا من الله سبحانه وتعالى بقلب موقن واثق بربه. هذه إن شاء الله بعض الثمرات، والثمرات كثيرة ولكن المقام لا يتسع. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.